مساء الخير، انا علي حسن، مهندس عايش في امريكا، وناس كتير بتسالني على الانستجرام والتيك توك ازاي نختار الولايه اللي هنعيش فيها في امريكا. فالنهارده هقول لك على اهم الحاجات اللي بتختار على اساسها الولايه بتاعتك. اول حاجه هي الجو. المفروض ان انت تكون عارف طبيعه الجو اللي انت بتحبها، سواء انت بتحب الصيف طول السنه او بتحب الشتاء طول السنه او بتحب يكونوا الفصول الاربعه موجودين، لان ده هيحدد هتسكن في انهي منطقه من خريطه امريكا، فتبقى عارف هتسكن على الايست ولا على الويست ولا في النورث ولا في الساوث، لان ده هيسهل عليك اختيار الولايه لمجرد ان انت عارف طبيعه الجو اللي انت بتدور عليها. فلو انت بتحب الحر مثلا فهتسكن في ولايه زي تكساس، او هتسكن في ولايه زي فلوريدا، هتدور على الحاجات كلها في الساوث. لو انت بتحب الحاجات البرد فهتطلع شويه فوق للنورث. اما بقى لو انت بتدور على جو معتدل طول السنه، هيبقى حر في الصيف والبرد مش برد قوي، فانت بتدور على ولايه زي كاليفورنيا ودي في الويست كوست. اما لو بتدور على ولايات فيها الفصول الاربعه فهتروح على ولايات زي فيرجينيا او نورث كارولاينا، لان دي ولايات فيها الاربع فصول، والاربع فصول ما فيهمش اكستريم، يعني الصيف مش حر قوي، البرد مش برد قوي في الشتاء، والامطار مش غزيره قوي. في حاجات بتحصل من فتره للتانيه زي اعاصير وحاجات كده، دي بتبقى حاجات طبيعيه بفعل الطبيعه، ودي بتحصل في امريكا كلها، ولكن انت بعيد عن الحر، بعيد عن جو ثابت طول السنه، بتشوف الاربع فصول زي ما احنا بنشوفهم في مصر، فهتتجه للايست كوست اللي هو ناحيه ماريلاند، ناحيه فيرجينيا، نورث كارولاينا، ساوث كارولاينا الى حد ما الجو فيها معتدل، فانت اي حاجه في الايست كوست هيكون الجو بتاعها معتدل. تاني حاجه تبص عليها في الولايه اللي هتختارها هي الطبيعه الجغرافيه للولايه. هل الولايه دي فيها اعاصير كتير؟ هل الولايه دي فيها مطر كتير؟ هل الولايه دي فيها حرايق كتير؟ هل الولايه دي منطقه زلازل؟ انت لازم تبقى فاهم الطبيعه الجغرافيه اللي موجوده في الولايه اللي انت هتعيش فيها. وبما اننا بنتكلم عن الطبيعه الجغرافيه فلازم نتكلم عن الحياه البريه. لازم تشوف نوع الولايه اللي هتسكن فيها. فولايه زي فلوريدا مثلا منتشر فيها التماسيح، منتشر فيها التعابين، الحاجات دي لازم تتاقلم معاها، ولازم تكون عارف ان انت لما هتعيش في ولايه زي دي هتبقى لازم تتاقلم مع ده، فانت لو بتخاف من الحاجات دي لازم تبعد عن الولايه دي. فلازم تشوف شكل الحياه البريه عامل ازاي. انا عندي مثلا هنا في نورث كارولاينا الولايه فيها غزلان، فيها ارانب، فيها سكويرل اللي هو السنجاب، لكن ما فيهاش حيوانات مفترسه زي الدببه، زي الذئاب، زي التماسيح والحاجات دي. ولايه معتدله الى حد ما، تلاقي غزال ماشي في الشارع، تلاقي سلحفاه ماشيه في الشارع، تلاقي ارنب ماشي في الشارع، تلاقي سنجاب بيجري في الشارع، لكن ما تلاقيش تمساح ماشي في الشارع مثلا. الحاجه اللي بعد كده اللي لازم تخلي بالك منها هي نسبه الجريمه في الولايه. لازم تختار ولايه نسبه الجريمه فيها قليله، وتختار كاونتي او تختار منطقه يكون نسبه الجريمه فيها برضو قليله. ففي ولايات زي فيرجينيا مثلا فيها مناطق معينه الجريمه فيها عاليه، وبقيه المناطق نسبه الجريمه فيها منخفضه، ولكن فيرجينيا ككل نسبه الجريمه فيها منخفضه. فانت ستيل لما بتتكلم على ولايه نسبه الجريمه فيها منخفضه بيبقى جواها مدن نسبه الجريمه فيها اعلى من مدن تانية، فانت بتقارنها ببعض وبتشوف المدن الامن ليك وتسكن فيها. ولايه زي نورث كارولاينا انا ساكن في مكان اسمه جرينسبورو الى حد ما منطقه فلوس، يعني ساكن فيها ناس غنيه، فالناس دي نسبه الجريمه قليله هنا، لان في حراسه على طول موجوده، في بوليس في كل مكان، لان هم عارفين ان المنطقه فيها فلوس، فالناس كلها بتتاهب لحته ان ممكن يبقى فيه هجوم على اي بيت او اي حاجه، فدايما في شرطه ودايما في تواجد للشرطه ودايما في كاميرات قدام كل البيوت، فالمجرمين بيخافوا يجوا المناطق زي دي. اما ولايه زي ماريلاند فدي ولايه نسبه الجريمه فيها عاليه، فانت حتى لو ساكن في منطقه امان جوه ماريلاند ستيل نسبه الجريمه عاليه في الولايه نفسها، فانت هتفضل ساكن في منطقه خطر، فانت مهم جدا تعرف معدل الجريمه اللي في الولايه قبل ما تسكن فيها. وبما اننا بنتكلم عن البيوت والمناطق فلازم تشوف اسعار البيوت مقارنه برواتب المنطقه دي او رواتب الولايه دي. فانت عشان تسكن في ولايه زي نورث كارولاينا ولايه رخيصه جدا، فعشان تسكن فيها مش لازم تدور على مرتب فوق ال 150,000 دولار او حتى فوق ال 100,000 دولار، انت ممكن تعيش هنا ب 60,000 دولار مرتب او 50,000 دولار مرتب وتكون عايش حياه ادميه جدا وحياه جميله جدا. فنورث كارولاينا من الولايات الرخيصه جدا. لما تيجي تدور على ولايه زي نيويورك هتلاقي ان متوسط المرتب اللي انت محتاجه عشان تعيش في ولايه زي نيويورك عيشه مرتاحه بتتكلم في 120,000 دولار، وده رقم مش صعب تجيبه في نيويورك، ولكن في ولايه زي نورث كارولاينا صعب تجيبه. فانت لازم تبص على نسبه الايجارات مع نسبه الرواتب عشان تقارنهم ببعض وتفهم انت عايش في ولايه شكلها ايه. فانت بما انك بتدور على المنطقه هتدور على المنطقه، اول حاجه هتشوفها نسبه الجريمه، تاني حاجه متوسط الايجارات، تالت حاجه متوسط المرتبات عشان تفهم انت هتعيش في مكان عامل ازاي، هتدفع ايجار قد ايه، هتحوش قد ايه، والامان اللي في المنطقه دي قد ايه. وبما اننا بنتكلم عن المناطق والبيوت فانت لو جاي من مصر معاك اسرتك او انت ناوي تبني اسره في امريكا فلازم تختار منطقه تسكن فيها يكون فيها مستوى المدارس عالي. ومستوى المدارس هنا سهل جدا تعرفه من الرانكينج بتاع المدرسه ومن شكل التعليم ومن الريفيوز اللي موجوده عن المدرسه دي. فانت عشان تسكن في مكان كويس وولادك يتعلموا تعليم كويس لازم تبص على مستوى المدرسه نفسها، والمدارس هنا كلها ليها رانكينج، وتبص على مستوى المدرسه وتبص على التقييمات بتاعتها عشان تفهم هتعمل ايه. حاجه كمان لازم نقولها ان انت اولادك لازم يدخلوا المدرسه اللي انت ساكن قريب منها، فانت صعب جدا تختار لهم مدرسه بعيده لان هي بتكون الافضليه لاهل المنطقه اللي فيها المدرسه، فانت لازم تسكن في المنطقه اللي فيها مدرسه كويسه. وبما اننا كلنا عرب فاحنا لازم ندور على كوميونتي عربي، فانت قبل ما تسكن في ولايه او تسكن في منطقه لازم تشوف المنطقه دي فيها كوميونتي عربي ولا لا، فيها مطاعم عربيه
عربيه ولا لا، فيها سوبر ماركتس عربيه ولا لا، فيها الحاجات دي كلها ولا لا، عشان ما تحسش بالغربه قوي. فلما تروح سوبر ماركت تشوف عرب حواليك، لما تدخل سوبر ماركت تلاقي منتجات عربيه زي بتاعتنا اللي احنا متعودين نجيبها، لان ده هيقلل معاك احساس الغربه اللي هتحس بيه هنا. والكوميونتي العربي سواء انت مسلم او مسيحي لازم تشوف الكنايس موجوده قريبه منك فين، والكوميونتي العربي لازم يدلك على كنايس او جوامع، لان لو مفيش كوميونتي عربي مش هتلاقي ولا كنايس ولا جوامع قريبه منك، وده هيبقى صعب عليك. فسواء انت مسيحي او مسلم فانت عايز كنيسه عربيه او عايز جامع عربي او جامع عموما اسلامي قريب منك، فتدخل الجامع تعرف تصلي. ولو انت سنه تدور على جامع سنه، ولو انت شيعه تدور على جامع شيعه، ولو انت ما عندكش مشكله ممكن تدخل اي جامع وتصلي فيه. لو انت عندك مشكله لازم تدور على الحاجه اللي انت تفضلها، لان دي بتفرق معاك في المنطقه وبتفرق معاك في اختيار المنطقه، لان انت مش كل مره هتعوز تصلي في جامع هتروح على منطقه تانية. حاجه تانية مهمه جدا تخلي بالك منها وهي نقطه الباركينج. انت لازم لما تسكن في منطقه يكون يا في باركينج لعربيتك قريب منك فتركن من غير ما تزاول نفسك، او يكون المنطقه فيها مواصلات. لو انت هتسكن في منطقه بعيده ومفيش معاك عربيه لازم المنطقه دي يكون ليها مواصلات تعرف تدخل وتطلع من المنطقه بكل اريحيه، ما يكونش لازم الدخول والطلوع باوبر لان ده هيبقى تكلفه عاليه عليك. ولو انت هتشتري عربيه لازم العربيه دي يكون ليها باركينج متاح ليك. فلو انت في ولايه زي نيويورك هتتسوح بالعربيه لان مفيش باركينج، اما لو انت في ولايه زي نورث كارولاينا فكل بيت قدامه باركينج، كل بيت جواه باركينج. هنا الباركينج ببلاش في كل حته. فانت دي حاجه مهمه جدا تخلي بالك منها، وهي نقطه الباركينج والمخالفات والرادارات والمواصلات، لان الحاجات دي كلها هتفرق معاك جدا في البادجت الشهريه اللي انت هتصرفها. انت لو ساكن في ولايه زي نيويورك لازم تحط على الاقل من 400 ل 500 دولار بادجت على جنب للمخالفات، مخالفه باركينج، مخالفه سرعه، مخالفه اشاره، مخالفه تيرنينج. الحاجات دي كلها مهمه جدا تحطها في الاعتبار. وعشان كده بنقول دايما ابعدوا عن ولايات زي نيويورك ونيوجيرسي لان هي زحمه ومكتظه بالناس، فبتلاقي المخالفات نسبها عاليه ونسبها كبيره، لان انت دايما هتضطر تقف مخالف او هتضطر تعمل حاجه او هتنزل تجيب حاجه من سوبر ماركت بسرعه فهتسيب العربيه قدام المحل فتاخد مخالفه. الحاجات دي كلها فيها ريسك عالي، على عكس لو انت ساكن في ولايه زي نورث كارولاينا مفيش الكلام ده كله. حاجه تانية تخلي بالك منها بما اننا بنتكلم عن العربيات وهي التولز. والتولز دي يعني الكارتات. هنا لما بتمشي في شوارع معينه المفروض تدفع تول، والتول ده بيدفع عن طريق جهاز راكب جوه عربيتك بيتسحب اوتوماتيكلي، وبيكون التول ده بيفرق من ولايه للتانيه وبيفرق من طريق للتاني. فمتوسط التول في فيرجينيا من 4 ل 10 دولار، اما متوسط التول في نورث كارولاينا 75 سنت. وانا عندي في المنطقه بتاعتي مفيش تولز خالص، فانا موفر كل الفلوس دي. فالفلوس دي برضو تعتبر بادجت في الشهر، فلازم تخلي بالك من الحاجات دي. اما في نيويورك او نيوجيرسي فالولايات دي التول بتاعها غالي. انت عشان تعدي من على بريدج ممكن تدفع 10 دولار، ممكن تدفع 20 دولار عشان تعدي من على تول واحد، ودي ارقام كبيره جدا عشان تتفادى الزحمه. فانت يا هتقف في زحمه ساعه يا هتدفع 20 دولار، ودي ارقام كبيره وهتتحسب في البادجت وممكن ما تاخدش بالك منها اول ما تسكن في المكان، لان انت هتبص على الايجار والحاجات دي لكن مش هتبص على التولز والباركينج والمخالفات. الحاجات دي كلها لازم تحطها في عين الاعتبار لان ده كله هيفرق معاك في البادجت الشهريه اللي انت بتصرفها. وعشان كده بنقول ان 4000 دولار يعيشوك حياه ادميه جدا ومرفهه جدا في امريكا، ما عدا في ولايه زي نيويورك، ما عدا ولايه زي كاليفورنيا، لان الولايات دي اصلا غاليه، والولايات دي غير انها غاليه فيها مخالفات كتير، التول بتاعها غالي، كل ما تركن في حته هتدفع باركينج، هتلاقي فلوسك بتضيع على حاجات فاضيه ممكن تتفاداها لو انت ساكن في ولايه رخيصه زي نورث كارولاينا او ولايه متاح فيها الباركينج او ولايه ما فيهاش تولز. الحاجه الاخيره اللي تخلي بالك منها هي اسعار البيوت. ما ينفعش تسكن في ولايه وتستقر فيها وتبني حياه فيها وتكون مأجر بيت، وبعد كده لما تقرر تشتري بيت تلاقي البيوت بملايين الدولارات، او تلاقي البيت مثلا ب 2 مليون دولار، مليون ونص دولار. وفرجينيا ده واحد من الاسباب اللي خلتني اسيبها، ان الولايه جميله جدا، اسعار الايجارات فيها الى حد ما معتدله، يعني من 4000 ل 5000 دولار الايجار. هنا في نورث كارولاينا الايجارات تلت الارقام دي، والبيوت هنا احسن بكتير، ولكن اسعار البيوت هنا ممكن تشتري بيت في رينج 400 500، على عكس فيرجينيا هتشتري البيت في رينج من مليون لمليون ونص. فانت هناك هتدفع فلوس اكتر عشان تشتري بيت وتتملك بيت، او هتضطر لو انت ساكن في فيرجينيا بقالك 10 سنين وجيت تشتري بيت هتضطر تنقل على ولايه تانية وتبدا من البدايه، بس لمجرد ان انت تشتري بيت ويكون البيت بتاعك. لكن لو انت بدات في ولايه رخيصه وبنيت مستقبلك فيها وقعدت فيها ل10 سنين، لما تيجي تشتري بيت هتلاقي نفسك ما طلعتش من ولايتك، مش هتحس بغربه تاني، انت كده كده اوريدي اتعودت على الولايه، بنيت فيها حياه، بنيت فيها كوميونتي، بنيت فيها اصحاب، فمش هتضطر تسيبها وتمشي. انا علي حسن، مهندس عايش في امريكا، ساكن في نورث كارولاينا. لو حاسس ان انا فوتت اي حاجه عن الولايات ممكن تقول لي في الكومنت، ولو عايزني اصور فيديو عن حاجه معينه اكتبها لي وهعمل عنها فيديو ان شاء الله. لو انت اتفرجت لحد هنا بليز اعمل سبسكرايب. لو انت مش عندي على الانستجرام والتيك توك هتلاقي اللينك في الديسكربشن، ممكن تعمل لي فولو هناك. باي.